سلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير في احسن الاحوال. اليوم البنات غادي نشارك معكم الكشري المصري. كيجي واعر البنات، كيجي لذيذ. غادي ناخذ واحد الطنجره ونحطو فيها شويه الزيت، زيت المائده، تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت المائده. وغادي ناخذ الشعريه، شفتوها البنات؟ الشعريه وغادي نحطوها هنايا في الجدر ونحطوها تحمر. البنات هنا عندي واحد جوج كيسان تقريبا ديال الحمص، سلقتهم. شوفوا البنات بلي يولي بحال هكذا صافي نطفيو النار عليه. شوف هنا البنات عندنا المكرونه، اي مكرونه عندكم عادي، بدي نسلقوها بالماء والملح وشويه الزيت. البنات هنا عندي واحد كيلو ديال الرز، غادي نغسلو مزيان، غادي نخليه في الماء والملح واحد 10 دقائق. البنات صافي غادي نخويو الرز ديالنا، نصفيو من الماء وغادي نزيدو هاد التوابل. غادي نزيدو المسمار اللي هو القرنفل، وغادي نزيدو الدارسين اللي هي القرفه، وغادي نزيدو الهيل. البنات نخويو الماء عليه، نخويو الماء طيب عليه حتى نغطيو الرز. البنات ونخليو النار نخليوها قويه حتى ينشف، عاد باش نقصو عليه. صافي البنات شفتوه ملي نشف. نزيدو داك العدس، نزيدو بالماء ديالو البنات. الماء ديال العدس كيجي لذيذ، يعني ما يكونش كتير. ونزيدو الحمص البنات، نحركو البنات كلشي مزيان هكذا. ونزيدو المكرونه البنات، ما تسلقوهاش بزاف باش ما تقطعش لكم. صافي البنات نحركوها هكايا، نقصوا عليه النار ونخليه واحد 20 دقيقه. نغطيوه بالالومنيوم نخليه واحد 20 دقيقه. صافي البنات ونزيد شويه البصل هنا مقلي، شفتوا؟ نزيدو من الفوق. ونغطيه بالالومنيوم صافي، نخليه 20 دقيقه. المهم تكون النار صغيره البنات. صافي البنات الكشري ديالنا واجد. البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال الكشري ديالنا، شفتوه؟ وكيبغي البصله مقليه بزاف، كيجي لذيذ بها بزاف. وهذا الصوص البنات غادي تلقاو الطريقه ديالو، غتلقاوها في صندوق الوصف. شفتوه؟
كيجي لذيذ البنات بزاف، ما نقولش لكم جربوه. خليو لي التعاليق ديال، خليو لي رايكم.